المروك هربوا علينا. كي تشوف المنتخب المغربي الأقل من 20 سنة ربحوا إسبانيا في كأس العالم، هذا إنجاز كبير. المدرب المغربي لعب بطريقة رائعة والمنتخب المغربي يستاهل الفوز. في الفساد في كرة القدم الجزائرية محمد لازم له قرون. صفينا الكرة الجزائرية، صفيوه الناس، جيبوا ناس تاع صح كرة القدم، سقموا لي زانفراستركتور، ديفلوبينا انت رول، ديفلوبينا الفوتبول يا رئيس اتحادية. ان فويو ما ينجمش يكون بريزيدون دان كلوب، ان كورومبي ما لازمش يكون بريزيدون في كلوب. صفي وان هذا اتاكي فوتبول او سبور جينيرال او فوتبول، صفيوه الناس، جيبوا ناس تاع صح كرة القدم او يخدم، ماهوش يهدر. اليوم ما كنا والو. المستقبل عند بريزيدون، نتوما راكم تقولوا بريزيدون اللي يجي فيدراسيون لازم يحط روح، يحط جماعه في لاكاف، ما يحاجش في لاكاف. حنا نقولوا له حط رجال معك في الجزائر. الكره الجزائريه ان فويو ما ينجمش يكون ماناجر، ان فويو ما ينجمش يكون بريزيدون دان كلوب، ان كورومبي ما لازمش يكون بريزيدون في كلوب. صفي وان هذا اتاكي فوتبول او سبور جينيرال او فوتبول، صفيوه الناس، جيبوا ناس تاع صح كرة القدم، سقموا لي زانفراستركتور، ديفلوبينا انت رول، ديفلوبينا الفوتبول يا رئيس اتحادية. ماشي تحط لي انا واحد في لاكاف يروح يضرب رقد عليه يخلص ما يعرف يورو ولا جو سي با كوا ولا دولار. لا يا اخي، سقم لي ديفلوبي لي الفوتبول في بلادي، الاربيتراج يكون كوريكت، ديفلوبينا الفوتبول خويا. والله ويدير لك 30 واحد في لاكاف وعندك فريق والو وما ديفلوبيش الفوتبول هنا. لازم ديفلوبي، خاطرش ملي راهم يلعبوا ديفلوبي هنا الفوتبول، هنا لاباط كاينه طلع لوناتي تجي منا. حنا فوتبول فاسد نتكلموا نحطوا في لاكاف. يوم بعد انت تي بونس كو لاكاف غادي ونكمل لا، انت تي بونس كو ليجيبت شحال هما السياج عندهم؟ بزاف. شحال؟ مازال 30 سنه ولا مازال لليوم. انت ستادير ليجيبت في دقيقه طلع شاطو طباي تم ولاو ضعاف ولا لا، الفريق تاعهم اللي يرجع تراجع. اليوم انا عاود ولا غير ربي اللي عارف. انت عالم عارف واش كاين الغيب، ما تعرفش الغيب. على بالكم كاع، على بالنا وعلى بالنا كاع، بصح ربي هو اللي يعلم بالغيب. هذه وحده. كانوا فيدراسيون داخلين في ليكزيكيتيف وداخلين كاع فاش لاكاف وفي الاكزيكتيف تاع لاكاف، وهذاك هو اعلى شيء وصلنا لا فيفا. ومام كوميتي اكزيكتيف دو لا فيفا. درنا لا في لاكاف وفي لاكاف وكان في لينيون عرب، وفي لينيون عرب، في لينيون عرب تروا تريك امبورطون. واش دارت الجزائر؟ يجب عليه في المرحلة القادمة أن يحيط نفسه بأشخاص أقوياء، بأشخاص آخرين، بأشخاص يساعدونه، لأنه الآن المهام ستكثر سواء على مستوى الفاف، على مستوى الكاف، وعلى مستوى الوزارة. إذن أمين عليه أن يقوي حاشيته وأن يستعمل أناس يخلصون للوطن وذو كفاءات عالية. نعم أكيد. نعم. إذا لم يكن محاطا بالأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة فعمله سيذهب هباء تنثره الرياح. لذلك يجب عليه تعيين الأشخاص المناسبين إن أراد أن يواصل في مشروعه الذي قدمه للدولة الجزائرية في سبيل تطوير الرياضة الجزائرية أولا وكرة نعم. القدم الجزائرية على وجه الخصوص. نعم. السلبيات أخرى لاحظتها أو شاهدتها خلال ترأس وليد الصادي للفاف في هذه الفترة. أبدأ أنت في السلبيات. أنا قلت لك المحيط، قلت لك أنا المحيط مانيش نشوف فيه بأنه محيط يقدر على هذه المهمات الثلاث، لأنه بصراحة المهمة ستكون صعبة جدا خاصة في وزارة الرياضة، لأنه الإرث ثقيل. أمين أكيد. خلال هذه الفترة أمين أهم ملف في الجزائر الآن هو ملف الاحتراف، وملف الاحتراف يمكن أن يحدث العديد من الانشقاقات بين الفرق الجزائرية، بين أنصار الفرق الجزائرية، بين العدالة الرياضية إن صح التعبير الموجودة بين الفرق، بين الفرق أيضا. ملف الاحتراف يجب أن يفتح على عجل، سيفتح لأن أمين الأمور ضبابية غير واضحة. نقول بأننا محترفون ولكننا في الأصل هو نعم. أموال كبيرة تصرف، مرافقة الدولة للفرق الجزائرية أيضا. أموال كبيرة تصرف، ولكن أين تصرف أمين؟ وما هو العائد أمين؟ تحدثنا منذ أسبوعين أو ثلاثة، قلنا الدوري الجزائري الذي لا يستطيع تقديم
مدافع أو لاعب وسط ارتكاز للمنتخب الوطني، أي دوري هذا من السلبيات عدم فتح ملف الاحتراف في الجزائر لحد الآن. شوف حتى هذا عندك حق، هو أمر سلبي، ولكن ربما نقول ربما لم يتسنى لرئيس الاتحادية الوقت الكافي من أجل فتح مثل هذا الملف، لأنه فتح الكثير من الملفات. ما تقدرش تفتح بزاف ملفات وتغرق، ما تقدر في فترة قصيرة ما تقدرش تحارب كل الجبهات وتفتح كل ملفات الفساد في كرة القدم الجزائرية، لأنه ملف الفساد في كرة القدم الجزائرية محمد لازم له قرون باش تقضي على الفساد في فترة قصيرة، ولا تدير إعادة هيكلة، ولا تدير ثورة. أولا حابب أشكر الإعلام الجزائري وركز معايا في الكلام اللي أنا هقوله لك. الإعلام الجزائري بعد مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب أسبانيا طالع بينفجر بكاء. حابب أشكره ليه يا جماعة؟ حابب أشكره عشان خاطر بين اللي جوه في قلبه من ناحية المغاربة. كل حاجة بقت واضحة. دايما كنا بنشوف المنتخب المغربي لما بيتألق، ولما المنتخب المغربي بيلعب أي مباراة تلاقي قبلها الإعلام الجزائري يطلع ويقول لك أنا أتوقع خسارة للمنتخب المغربي، حتى لو المنتخب المغربي ده هيقابل أقل فرقة في العالم. هيقول لك المنتخب المغربي سيخسر من منتخب مثلا، مع احترامي لأي فريق صغير، مش عايز أذكر أسماء عشان محدش يزعل مني. لكن دلوقتي شايفين شوكة المغرب بقت قوية، عظمة المغرب بقت جامدة زي ما بيقولوا. فما شاء الله ما شاء الله يا جماعة، العالم كله دلوقتي بيتكلم على المنتخب المغربي. العالم كله دلوقتي بقى حديث المغرب اليوم. المنتخب المغربي للشباب يفرم منتخب اسبانيا. طبعا جدير بالذكر، وطبعا صاحب الذكر المنتخب المغربي وأداؤه العالي جدا جدا في هذه المباراة خلى الإعلامي بن شيخ يطلع ويشكر المغاربة على أدائهم الرائع ده وفوزهم على منتخب عملاق، منتخب كبير. ما هو المنتخب المغربي يا جماعة إيه؟ ما بيواجهش أي منتخب، مع احترامي لأي منتخب. لكن دلوقتي لما نشوف المنتخب المغربي بينافس منتخبات كبيرة زي منتخب أسبانيا، تحط في ذهنك كده ان منتخب المغرب منتخب جبار، منتخب كبير، منتخب ما شاء الله في المجموعة بتاعته دلوقتي الأول. يعني بسم الله ما شاء الله، أول مباراة ما شاء الله كسب أسبانيا بقى الأول. فطبعا دي حاجة من الحاجات اللي خلت الإعلام الجزائري بعد ما كان متأكد 100% إن منتخب المغرب هيخسر من منتخب أسبانيا، عشان عارف قوة المنتخب الأسباني، وكان متأكد إن هو منتخب المغرب هيخسر بفرق كبير. بعد المباراة بقى يبكي بالدمع، بقى ينهار، وحاول يغير الكلام ده وحاول يلطف الموضوع. طلع وقال لك موروكو، المغرب منتخب كبير، المغرب منتخب عظيم. طب ما هو المنتخب المغربي كبير من غير اشادتك ولا من غير شهادتك، وكده كده المنتخب المغربي كبير. يعني هو كده كده اصلا، يعني ما شاء الله المغرب منظومة كاملة، والمغاربة بيعرفوا يخطفوا الاهداف، يعرفوا يخطفوا اللقاء، ما شاء الله عليهم. يعني ما شاء الله بيدخلوا البطولة يا جماعة. والله العظيم انا فرحان جدا بالاداء التاريخي اللي هم بيعملوه. بيدخلوا اي بطولة سواء في افريقيا سواء في كاس العالم، تلاقي المنتخب المغربي اللي بينافس الوحيد المنتخب الافريقي، المنتخب المغربي الوحيد الافريقي اللي تلاقيه دايما بينافس على النهائي، اللي دايما بتلاقيه يعني من ضمن الاربعة اللي بينافسوا على كاس العالم. فطبعا او كاس افريقيا، يعني لو شفنا مثلا بينافس على كاس افريقيا، تلاقي المنتخب المغربي
يعني يواجه اي منتخب. يعني انا مش هتكلم، يعني منتخب المغرب قابل منتخب مصر قبل كده، سواء بقى في اولمبياد باريس، سواء في مباريات في افريقيا. تلاقي المنتخب المغربي معلم على منتخب مصر، معلم على منتخب الجزائر، معلم على منتخب تونس، معلم على كل المنتخبات الافريقيه. فطبعا دي اشاده من واحد مصري عاشق للمملكه المغربيه، بيحب الكره المغربيه. فانا بتمنى من حضرتك تحط لي اللايك والاشتراك في القناه علشان نكبر بيكو وليكو ان شاء الله. وان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي باذن الله، وفوزه على منتخب البرازيل في مباراه تبقى مباراه اصعب من مباراه المنتخب الاسباني. والسلام عليكم ورحمه الله